الفيديو في نهاية المقطع. سبحان الله شر البلية ما يضحك. قناة روناهي القسدية إلها 3-4 أيام تتجول بمناطق الساحل وتجمع تقرير عن الانتهاكات التي حصلت هناك. تمام. يعني المراسل راح له 4-5 أيام يصور بحارات اللي على أساس صار فيها مجازر، وطبعا الحكي كله كذا. فرجع على الاستديو والناس ينتظرون التقرير، يعني بعدين جمعة مساعدات وبعثوها للساحل ويطبلون ويزمرون: يا جماعة شوفوا ايش سووا المجازر بالساحل، نحن ما نقدر نعيش معاهم، نحن بدنا تقسيم، نحن بدنا فيدرالية، نحن بدنا لا مركزية. يعني تعرفي هو الحدث حتى ينالوا اللي ببالهم. ضخموه جدا جدا يعني. فلما راح المصور وكان عايش بيناتهم والدولة سمحت له يتجول بكل أريحية، رجع جايب معاه تقرير. الناس بالاستديو تنتظر، والله طالع الفلاشة حطوها شغلوا، وإذ به مصور أحذية. صور أحذية فقط لا غير. شوفوا معي الفيديو. تقريبا 4-5 أيام من عمليات التصفية. هاي هذول هن الأحذية، أحذية هاي الضحايا. فهذا هو المشهد يعني. يعني الإنسان يحاول يدافع عنكم، لكن إلا الأحذية تروحون أنتم هالمرة صورتوها بنفسكم، ما حدا فرضها عليكم. يعني لما وجدت أحذية فيا أخي لا تصورها، يقول مالي لقينا مقابر فقط.